الخلائق يحتاج، والله أحتاج أخذ لك التحية أستاذ هشام، والله ما أعرفه وما عندي كل اتصال وياه، هو والأخ الأستاذ علي عذاب مسوي له دار أيتام للمشردين التاركينهم أهلهم الذابينهم، أنت عنده دار أيتام ويصرف عليهم ودولة كاملة ما تقدر توي أبنائها؟ مو عيب عليكم؟ هذا مو عهد الله سبحانه وتعالى؟ رجل يسوي له دار أيتام وأنتم إمكانيات دولة عملاقة، خزينة الآن عندكم بالخزينة الانفجارية تقولون عندنا احتياطي 150 وين راح تودوها المليار؟ إخواني شو هذول أبناكم، لا تخلون الناس هسه إذا ما قدرتوا ادعموا هؤلاء الأفراد، ادعموهم ادعمه، هذا سوف يتخرج مجرما إن ظل متروك حتى يكون مصلح للمجتمع. هذه حالات هذا واقع حال. يعني رحت أنا إلى مؤسسة، هاي مؤسسة الرعاية، وجدت أخواني أشياء عجيبة غريبة. يقول لي يا عمو أنا لما يصير عمره 18 سنة أنا لازم أطلع من هذه الدار. زين وين أروح؟ ويسمونه حاطينه بالاسم مالته، يقول يسمونه كريم النسب. الأخوة اللي يشتغلون على الشؤون الاجتماعية كريم النسب، أبو ما عنده، خلفته أمه وذبته، شو تريد تحطها سميه. زين هذا موجود كائن، شو أسوي له؟ ذبحه؟ شو أسوي له؟ هل لقيت واحد صف رابع يمكن هندسة من ثالث هندسة، لا والله مخلص هندسة، قال داري أقدم على الدراسات العليا، يسمونه كريم النسب، أبو ما عنده. يقول عما أنا هسه من سنة عمره 18 سنة لازم الحكومة تطلعني من هذا الدار، وين أروح ما أدري. قال وين أروح ما أدري، ما أعرف. لو يا عم تطلع أنت مشرد. فإحنا قلنا يا أخواني يا حكومة ابنوا لهم بيوت واتات الكلفة، وناس أكو كل واحد على نموذج، واكو هم أكو بنات هم بهالطريقة وزوجهم. أنت ليش تخليه الآن حش السامع دايح بالشارع؟ وين عهد الله؟ هذه حالة أنت لازم تراعيه إلى أن لو يشوف له وظيفة محترمة وتعينت، لأن هذا حالة خاصة ما عنده واحد. يعني تتخيل إخواني واحد لا عنده خوال لا عمام، ما عنده، يعني ما تقول أنت من عمامك ومن خوالك يستحي، يقول لك عمي أنا بالشارع هكذا. هذا جريمة من؟ جريمة الأب الذي فعل تلك الفعلة، وجريمة الأم. هذا زين. هذا شنو ذنبه؟ ذنبه بركبة ذولاك الذين قضوا شهوتهم ثم ألقوا هذا في المزبلة. زين هذا شو نسوي له؟ لازم إلى حل، لأن هؤلاء سوف يكونوا مجرمين، بإمكاننا أن نستفيد من عندهم. عهد الله يا أخواني أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، عهد الله سبحانه وتعالى وبداية الحكومة. نسأل الله أن يوفقكم، وإن شاء الله بإذن